شرفتني ونورتني معاكم ياسمين. النهارده بقى اول الشهر خلاص قرب، وانا اول ما قبضت على طول اشتريت منتجات جديده وحاجات جديده هنتعرف عليها مع بعض النهارده، وكمان بالاسعار منتجات مصريه. انا مبسوطه قوي، اشتريت لكم روتين كامل. انا بقالي كده كذا شهر يعني بشوف الماركه دي اسمها بيلا بيلا، او انا لغايه دلوقتي مش عارفه اقول اسمها، اهي بيلا بيلا. اوكي، فيها كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي، غسولات، السيرم، كريم الشمس، الاي كريم كونتور. انا مش متخيله سعره 225 جنيه، انا مش مصدقه. انا هحط لكم فاتوره جنبي دلوقتي. يعني حاجه كل انواع السيرمز دي اشتريتها، ريتينول، فيتامين سي، هايورونيك اسيد، وكمان الناسوراميد، كل ده اشتريته. فالنهارده هنتكلم عنه ونشوفه. بس اهم حاجه عايزه اقول لكم عليها، انا عجبتني قوي الشركه دي، اول مره الاقي شركه مصريه. بصوا الاختام دي، يعني دي على كل منتج. عارفين الثلاث اختام دي معناهم ايه؟ اول واحد مختبر من قبل الاطباء، ودي حاجه كويسه، يعني دارسينه كويس قوي، وكمان اتصرف عليه كتير قوي قوي واختبروه فتره طويله، فدي حاجه بتطمني. تاني حاجه زي ما انتوا هنا، تاني ختم دوت مكتوب هنا فري، يعني خالي من السلفات، خالي من البارابين، خالي من الكحول، خالي من العطور، ودي كمان حاجه مطمناني. تالت حاجه الارنب ده يعني ما تجربش على الحيوانات، برضو دي حاجه حلوه جدا جدا جدا. انا بحب الحاجات دي قوي. فده كده اختبروه على البني ادمين، جربوه فتره طويله لغايه ما اكدوا فعاليه كل منتج. يعني ده ينفع لاصحاب البشره الحساسه وجميع انواع البشره، وخاصه البشره الحساسه، بسبب كلمه فري اللي موجوده هنا. فطبعا خدت الاعلان ده مع المنتجات واشتريت حاجات. هنتعرف على واحد واحد. اول حاجه طبعا فيتامين سي، لانه بيجنني وهنشوف مكوناته دلوقتي. بيقلقني فيتامين سي، وبالذات فيتامين سي في مصر. فانا دلوقتي ده مكونات فيتامين سي هنشوفها مع بعض ونشوف العبوه 30 مللي فيتامين سي 345. اوكي، انا برضو احط الصوره بتاعت الفاتوره جنبي، 345، والفاتوره عليها تاريخ النهارده. اوكي، هنتفرج على شكل العبوه، شكلها حلو. هو ده فيتامين سي 15%، تمام، سميك، ينفع لاصحاب البشره الجافه. ثواني، البتاع مش عايز يطلع اهو. شايفين سمكه قد ايه؟ هينفع لاصحاب البشره الجافه كمان، هيفرحوا قوي. بس لازم اجربه فتره عشان اقول لكم ده حلو ولا وحش. هنعرف دلوقتي مكوناته. المكونات بتاعته يا ستي ينفع للبشره البهتانه والخطوط الدقيقه، وينفع للناس اللي عندهم فرط تسبخ واللي بشرتهم جافه جدا جدا، هيتبسطوا قوي. لانه طبعا هو انا حاسه هو تقيل شويه، فينفع للناس اصحاب البشره الجافه، وده عاجبني. حمض الهيالورونيك اسيد، طبعا فيتامين سي بنسبه 15%، ودي حاجه كويسه. تاني حاجه مستخلص اوراق الصبار والكولاجين، وده كويس جدا. بتحطي بالظبط 4-5 قطرات على الوش كله وعلى بشره جافه، اول واحد. فهنشوف بقى النوع التاني، وهديك الحاجات دي كلها ان شاء الله هجربها وهقول لكم كده بعد اسبوعين بالظبط، عشان الماركه اللي انا كنت بجربها دلوقتي وحشه جدا وبشعه جدا جدا، وهعمل لها فيديو لوحده، وحاجه صعبه جدا جدا جدا. تاني واحد الهيالورونيك سيرم، ده هجربه اساسا بالليل عشان نعرف نتيجته عامله ازاي. ده الهيالورونيك النسبه 2%، تمام. هو ده برضو نفس الشكل الخطير. انا عاجبني قوي الطريقه دي، بس انا عايزه افكها، مش عارفه افكها، وحتى الورقه جامده اصلا. 30 مللي الهيالورونيك اسيد 375، هنا 375. ده شكله، نشوف جوه تقيل ولا مش تقيل. ملمسه كويس، ملمسه معقول، ولونه كده جاي على اصفر شويه. فداخل ايه بقى فيه؟ نشوف المكونات بتاعته. بصي بقى يا ستي، المكونات بتاعته 2% هيالورونيك اسيد، وكمان الكولاجين، ومستخلص اوراق الكاميليا الصينيه والبانسينول. اوراق الكاميليا الصينيه دي موجوده في كريم الكولاجين عشان يخفي الخطوط والتجاعيد من البشره، ودي حاجه جديده بالنسبه لي، حلو جدا، وموجوده في سيرم اصلا. فدي هنجربها، ينفع للبشره البهتانه والتجاعيد وحب الشباب والخطوط الدقيقه الناتجه عن تقدم في السن والبقع الداكنه في البشره. يعني هو بيفتح وبيرطب البشره، وانا عاجبني كل حاجه داخل فيها كولاجين، لان الكولاجين بيبقى ناقص في وشنا، فلازم طول الوقت معانا كل حاجه فيها كولاجين. الماركه دي بهرتني، بس لازم اعرف هي حلوه ولا وحشه، لغايه دلوقتي مش عارفه. الاي كونتور كريم العين، انا ده اكتر حاجه استغربته، واستغربت سعره جدا بصراحه. ده سعره 225 جنيه. انا هصور دي كلها كده واحطها جنبي عشان بتقعدوا تسالوني على الاسعار طول الوقت. دي هصورها واحطها جنبي. نشوف الاي كونتور، ده الاي كونتور بتاع العين، وبعد كده نشوف الريتينول والناسوراميد. الله، دي عبوه كبيره قوي. الاي كونتور بتاع العين، هي كام مللي دي؟ برضه 30 مللي. الله، ايه ده، كبيره قوي. استني نشوف بقى المكونات بتاعته، انا مشتاقه اشوف المكونات بتاعته. اللي فيه مستخلص العرق سوس، الكافيين، الكولاجين، ناسوراميد، زيت البارادايس. بس اجربه على ايدي الاول، هو لون ولا هو بيداري ولا هو كريم؟
انا مش عارفه، استنوا كده نجرب مع بعض. هو بيطلعش ليه؟ ده ايه ده سايل. بصوا شكله عامل ازاي. استنوا كده نشوف. مفهوش هيالورونيك اسيد. في حاجه بقى الريتينول. انا بص في حاجه دلوقتي خدت بالي منها، انا عايزه بس اقراها لكم عشان تفهموها. دي مصرح من هيئه الدواء المصريه، يعني ده حاجه مضمونه 100%. بس ده ريتينول. المكونات اللي موجوده على العلبه ما فيهاش الريتينول ده، مستغرباه على فكره. وكاتبينك تستعمليه صباحا ومساء، دي حاجه بالنسبه لي غريبه قوي، يعني الريتينول اساسا بالليل. انا مستغربه. استنوا نقرا بقى البتاع ده عشان انا مستغربه الموضوع ده شويه. يعني ده مش ريتينول ولا مواد مرطبه، يعني هنا موجود نفس المكونات ولا لا؟ مكوناته جليسلين، بنسينول، الكاميليا اللي انا قلت عليها قبل كده ديت اللي بتخفي الخضر المستخلص، الاوراق الكاميليا ماشي، الاسوس. الريتينول ده في الاخر خالص. واضح ان ده مش ريتينول قوي. الناس بقى شكلها لا تبتدي ريتينول وعايزه تعود بشرتها واحده واحده عشان خايفين من حساسيه البشره. تمام، فهنشوف شكله الاول. الله، ده مش ريتينول خالص، مش ريتينول، مفيش ريتينول لونه كده اصلا. شكل الريتينول انا البتاع دي مضايقاني دلوقتي. انا دي كنت حباها في الاول، ما بقتش حباها خلاص. فانا مش عايزه تتقطع حتى، يعني انتوا متخيلين. طيب اول حاجه محدش يشتري بقى الريتينول ده مش ريتينول. ده مش ريتينول عن خبرة. ده مش ريتينول، ده تعتبريه مرطب من المرطبات اللي هتديكي نضارة وشد للبشرة. والاختبار كده اول حاجه من نظره العين، يا ريتني كنت فتحته هناك وما اشتريتوش. دي كولاجين وفيتامين اي، يعني ده ممكن تعتبريه كولاجين للبشره. انا دلوقتي اتضايقت، مفيش حاجه في مصر كامله للاخر، يعني اعملوا حاجه كامله للاخر كده. انا كنت فرحانه والله في اول 3 وقلت ايه ده، ايه الجو ده. مفيش حاجه للاخر كويسه. نياسيراميد بقى، بصي يا ستي مكوناته 10% نياسيراميد، 1 زنك، 1% زنك، اوكي. بنسينول فالحب الشباب والناس اللي عندهم مسام والبشره الدهنيه المختلطه والبقع الداكنه والخطوط الدقيقه. تمام، يعني ممكن ده اجربه 10% كويس، نشوف ده فعلا 10% ولا مش 10%. هو ده شكله. تمام، هنجرب كل الحاجات دي. بس معرفش ليه حاسه ان انا احبطت كده. والله العظيم انا لقيت حاجه، لا انا لازم افرح. انا كده خلاص خلصت السيرامات. هقول لكم بقى انا اشتريت ايه. حمايه من الحراره من فاتيكا. انا كنت الاول ده مش لاقيه خالص وبقعد ادور عليه كده. ده بقى تستعملي بقى سشوار، تستعملي مكوه، تستعملي اي حاجه، ده بيحمي الشعر من الحراره. بصي ارخص من لوريال. انا كنت بجيب على طول لوريال، كميه صغيره بس فعلا بيحمي من الحراره. هو ده اشتريته على فكره. ده شكل العبوه بتاعته، بيجي الشكل ده كده، اوكي. هو ده شريته النهارده، سعره 199 جنيه 200 جنيه بس ارخص بكتير. وده احلى حاجه. هي العبوه صغيره بس فعلا بيحمي من الحراره رهيب، وما بينشفش الشعر وبيطر الشعر، هايل على الشعر، يخلي شعرك كده خطير كده، يعني اكنك رحتي الكوافير حقيقي. كريم الاطفال ده هايل على البشره. هو على فكره انا حاطاه دلوقتي ومش حاسه اني حاطه حاجه خالص خالص خالص. بصوا ميلك بروتين طبيعي 100%، زيرو اي حاجه اهو. بصوا 95% طبيعي، زيرو اي مواد صناعيه، وينفع للبشره الحساسه والدهنيه وايا كان بشرتك ايه. هو ده اللي حاطه على وشي النهارده. انا فتحته وما قدرتش طبعا اسكت. اول ما جيت غسلت وشي، وعلى فكره بيجي مبرشم. انا جبته بكام؟ عشان انا جبته من صيدليه تانية 199 جنيه. طبعا انا زيكم كلكم بقعد اتفرج على التيك توك، بقعد اتفرج على الحاجات دي كلها. فشفت حاجه على النت اللي بيحطوا الضوء فيها، فبيشوفوا القطن نظيف ولا مش نظيف. لان في ناس كتير اكتشفوا ان القطن اللي جوه او البتاعه دي نفسها جوه يعني بتبقى مش نظيفه، وكمان فيها بتبقى حاجات يعني بتزود عصبيتك وبتزود تعبك اثناء البريود. فانا هعمل زي ما هم بيعملوا بالظبط. هم بيجيبوا كده اضاءه، فانا بقيت خايفه من ساعه ما شفت على النت كده. فهنشوف مع بعض. لا نظيفة خالص كده. انا عرفتكم المنتجات الجديدة المصرية 100% اللي انا اشتريتها. هنجربها مع بعض، وان شاء الله خلال اسبوعين او اقل من اسبوعين هقول لكم النتيجة حصل ايه بالظبط كل حاجة. يعني النياسيراميد هيبان على طول، الهيالورونيك اسيد هيبان على طول، من الفيتامين سي. لو هو فيتامين سي زي ما انا متخيلة زي ما هم كاتبين مكونات، بعد اسبوع بتلاقي نضارة على بشرتك، وبشرتك بتتحسن، والحبوب بتقل، والخطوط الرفيعة كمان بتترطب وبتقل. انا عاجبني انه بيرطب البشرة قوي، وكمان ينفع على اصحاب البشره الجافه، يعني كل انواع البشرات. يعني مثلا احنا بنضحك كتير، بنكرمش في الشمس، بنكشر، الخطوط الرفيعه دي لازم تترطب كويس قوي عشان يبقى يحصل مرونه في بشرتك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. لو عجبكم اعملوا لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.